بيراميدز بطل الثلاث قارات والمحيط الهادي والشويه اللي جنبه. اهم حاجه لو مش تابعنا يا ابو الصحاب، وتعالى اقول لك. بيراميدز مسك الاهلي السعودي امبارح غسيله مكه في قلب السعوديه، في قلب ملعبهم وفي وسط جماهير. 3-1 مع الرأفة، الماتش كان يطلع 3-4 مستريح. كلنا باركنا لبيراميدز، طبعا كلنا عارفين ان هي بطوله مهمه. تعال بقى اكلمك كزملكاوي. انت عمال تتريق، كنت بتتريق على البطوله دي السنه اللي فاتت لما الاهلي خدها. دلوقتي بيراميدز خدها، بيراميدز بطل العالم. السنه اللي فاتت كنت بتتريق عليها. تعال اقول لك البطوله دي بتجيب ايه. افريقيا، بيراميدز خد افريقيا، خد 4 مليون دولار. بيراميدز فاز على الماتش الاولاني على سوانزي سيتي اللي هو في البطوله اللي كانوا بيلعبوها ديت، خد مليون دولار. فاز على الاهلي السعودي، خد 2 مليون دولار. اجمالي 7 مليون دولار. 7 مليون دولار في خزينه بيراميدز وهو مش محتاج اصلا. شوف انت كزمالك، لو كنت دخلت مكان بيراميدز، لو كنت خدت افريقيا، كنت خدت المركز الثاني الاول، بعدين خدت افريقيا، بعدين خدت البطوله دي. فلوس فلوس. يعني انت من نادي الزمالك محتاج فلوس. واحد هيجي يقول لا، مش لا يا حبيبي، انت محتاج فلوس، انت مش عارف تقبض اللعيبه اصلا. فما تجيش تتريق على حاجه انت مش عارف توصل لها. احنا اخر مره واخدين افريقيا في 2002، انا ما كنتش لسه اتولدت. ماشي، يعني بقول لك في اجيال ما شهدتش للزمالك بطوله دوري ابطال افريقيا، اجيال. انت فرحان لي بالكونفدراليه البتاع اللي بتروح تجيبها ديت تيجي. انا شايف الكونفدراليه مش بطوله. مش بطوله، لا مش بطوله، قصدي ان هي وحشه، لا. مش يعني مش زي دوري ابطال افريقيا طبعا. فما تروحش انت تقول لي لا ده الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال. يا جدعان بتضحكوا على نفسكم، ما تضحكوش على نفسكم يا جدعان.